شاب بيحكي انه كان في القاهرة في يوم من الايام، خلص شغله في اليوم ده بدري وراح يصلي العصر. بعد ما خلص صلاة العصر وهو خارج من الجامع لقى شحاتة قاعدة بتشحت. الله يخليك يا باشا. بس مش هو ده الغريب، الغريبة في الموضوع انه شبه على الشحاتة اللي قاعدة لابسة نقاب دي، الصوت بتاعها صوت حد هو يعرفه. فضل مراقب الشحاتة دي من بعيد لبعيد، واول ما ركبت المترو ركب وراها من غير ما تشوفه طبعا عشان ما تاخدش بالها. وبالفعل الشحاتة دي نزلت محطة مترو قريبة من بيته، فضل ماشي وراها وهي واخدة طريق البيت بتاعه، فبدأ يتأكد اكتر واكتر انه يعرف لحد ما وصلت العمارة اللي ساكن فيها. ولما دخل وراها العمارة اكتشف انها جارتهم اللي في الدور الرابع، فاطمة. لما نده عليها وواجهها بالحقيقه فضلت تعيط وتقول له ابوس ايدك ما تفضحنيش. فسالها ليه بتعملي كده؟ قالت له زي ما انت عارف انا جوزي متوفي وعندي 5 عيال قطط مغمضه مش عارفه اكلهم، فبضطر اني اشحت عشان اعرف اجيب لهم اكل. الشاب ساعتها دموعه نزلت لوحدها وحس ساعتها ان ربنا بعت له امتحان، فقال لها ما تخافيش مش هفضحك ومش هخليكي تشحتي تاني ان شاء الله. وبالفعل اجر لها المحل اللي كان تحت العماره وجاب لها شويه بضاعه عشان تعرف تبيع وتكسب وتصرف على عيال. بيقول كل ما كانت بتشوفني في الطلعه والنازله كانت بتدعي، ومن ساعتها وانا ربنا كرمني اخر كرم. اللي عايز اقوله ووضحه ان مهم جدا تاخد بايد غيرك بدل ما تحقق عند نفسك رغبه من ابشع الرغبات الانسانيه، الا وهي انك تفضح غيرك. خليك مدرك دايما ان اللي غلط كان عنده اسبابه الخاصه اللي تخليه يعمل الغلط، واللي بالمناسبه كان ممكن تبقى مكانه عادي جدا لو اتحطيت في نفس الظروف، لولا بس ان ربنا كرمك وانعم عليك وما كشفش الستر بتاعه عنك. ودي مش مجرد حكايه. فولو لو عايز تشوفني تاني.